السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. شارع الموت بمدينة تطوان يودي بحياة مواطن أجنبي. شهد شارع المكي الناصري بمدينة تطوان والذي يصطلح عليه بالمدينة بشارع الموت حادث سير مميت راح ضحيته مواطن سويدي يبلغ من العمر 69 سنة بعدما صدمته سيارة أجرة أثناء محاولته عبور الطريق بالقرب من قصر لمين. ووفقا لمصادر محلية كان الضحية يهم بقطع الطريق حين باغتته سيارة الأجرة، حيث لم يتمكن سائقها من تفادي الاصطدام، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أودت بحياته على الفور رغم محاولات إسعافه. وفور وقوع الحادث حلت عناصر الأمن ومصالح الوقاية المدنية بعين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ثانية الرمل، فيما أوقف السائق وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات. وفي سياق متصل، يناشد سكان شارع المكي الناصري عامل إقليم تطوان التدخل العاجل لإعطاء أوامره بوضع مطبات طرقية للحد من السرعة في هذا الشارع، والذي يصفه التطوانيون بشارع الموت، نظرا للحوادث المميتة التي شهدها في السنوات الأخيرة والتي تزايدت بشكل ملحوظ، مما يثير قلق السكان ويستدعي تدخلا فوريا من الجهات المعنية.